مصطفى شوبير اعتقد ان البطوله دي قدمته للاهلي اكتر ما هي قدمته لمنتخب مصر. والله انا كنت حاسس النهارده في المنتخب ان خروجنا بالكره كان اسهل من كل الماتشات اللي فاتت قبل كده. جزء منه طبعا يعني عشان ما فيش ضغوط، ماتش حبي اكتر منه رسمي. وجزء تاني احنا النهارده بالكوره كنا زايدين اتنين لعيبه. امام عاشور النهارده ملى الملعب كله، في كل حته في الملعب موجود امام عاشور، وبالذات في الشوط الاول كان امام عاشور بينزل، هو اللي بينزل مش حمدي فتحي، هو اللي بينزل ما بين الاثنين قلوب الدفاع يطلع بالكوره. تمام كانت صح. مسهله علينا قوي فكره الخروج بالكوره، حد عنده رؤيه اوسع بكتير من اي حد بيلعب في المكان ده، فبالتالي انت كنت قادر تشم نفسك بالكوره. زائد نقطه مهمه قوي، مصطفى شوبير. النهارده انا ممكن برضه ما عنديش الاحصائيه، بس انا ممكن اجزم واقول ان النهارده اكتر ماتش الاثنين قلوب الدفاع رجعوا الكره للجون. حصل. موجود مصطفى شوبير غناك اصلا في الخروج بالكوره، يعني ان انت تلعب بليبرو، ان انت تلعب بواحد ثالث يفتح مساحه، لان هو دايما مشترك مع زمايله في اللعب. مصطفى شوبير النهارده عمل ماتش، يعني حارس منتخب مصر اللي العادي المفروض يعمله، يعني هو ما ابدعش، ما عملش حاجه اسطوريه يعني. ولكن زي ما قلت لك مصطفى شوبير والكوره معانا، احنا كسبنا لعيب اضافي، احنا بقينا 11، اخيرا بقينا 11 كاملين. رقم اتنين، انه ودي ده تاثير نفسي، ده مالوش دعوه بالاداء في الملعب. الاثنين قلوب الدفاع اللي بيلعبوا قدامه، وجود مصطفى شوبير وراهم مخليهم قادرين ان هم ياخدوا ريسك، مخليهم قادرين ان هم مش كل كره عرضيه انا هموت نفسي فيها، قادرين انه حتى لو في حد اتسحب من ورايا مصطفى مالي المساحه اللي موجوده دي. مخلي الاثنين مدافعين اللي قدامه تفكيرهم هادي، فقراراتهم اصح بكتير من قبل كده. ليه؟ لان هو يعني عارف ان وراه حارس مرمى، بس مش اكتر، مش حارس عملاق ولا حق، بس عارف ان وراه حارس مرمى. خلاص ما بقاش في مجال تاني بقى ان احنا نرجع في الاهلي قصه شوبير والشناوي، شوبير والشناوي. اعتقد ان البطوله دي حسمتها، بطوله في ضغوط تحت اضواء الكلام ده كله. يعني شوبير وان كان لسه بيقول يا هادي، طبعا 27 سنه ولا 28 سنه اتاخر قوي، بس لا لازم ياخد فرصه طبعا.